ما تجبروش الناس ان هم يبصوا في حياتكم ويعملوا مقارنه ما بين حياتهم وحياتكم. ومش بتكلم عن السوشيال ميديا، انا هنا بتكلم عن الناس اللي بتيجوا تزوركم، الاهل، القرايب، الاصدقاء، الزمايل، ايا كان. تمام؟ في بيوتكم او انتوا في الشغل وبتتكلموا عن حياتكم، لما هتيجوا تتكلموا بلاش كل حاجة الموضوع يكون فيه مبالغة، او ان انتوا تبتدوا تتكلموا عن اللي بيحصل في حياتكم، ان في تطور حصل، او ان في زيادة في شيء ما. بلس ان ممكن لما حد يجي يزوركم، في كل مرة بيجي يزوركم انتوا طبعا ده ضيف ربنا، فلازم تعملوه احسن معاملة. الناس بتقع في فكرة ان لازم نجيب اكل من بره، لازم نعمل اكل في البيت، ولازم يكون الموضوع باين ان هو كبير جدا. ده جميل ان انت بتكرم ضيف ربنا، لكن لما يكون ده شيء مستمر للأسف اللي بيجيلك بيحس ان انت شخص معاك فلوس، رغم ان انت ممكن تكون بتزنق على نفسك، او ان انت بتجبر نفسك ان انت تجيب حاجة وممكن بقية الشهر انت مفيش، لكن انت بتحاول تكرم ضيف ربنا. فالناس بتعتقد ان انت شخص بتاكل من بره على طول، او ان ده دي طريقة حياتك على طول، فبيبتدوا برضو يقارنوا. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام قال استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، يعني خلي أسراركم في التطور اللي بيحصل، يعني حياتكم تبقى فيها لا متغطي عليها. ليه؟ لأن النفس البشرية ضعيفة. طب هل ده يتعارض مع قول ربنا عز وجل وأما بنعمة ربك فحدث؟ خالص. وأما بنعمة ربك فحدث هو إن احنا نحمد ربنا ونشكره بالعمل وبالكلام. يعني لما حد يسألني عاملة ايه اقول له والله الحمد لله بخير وفضل ونعمة. تمام؟ ما اقعدش افضل اشتكي واقول والله ده حصل، والله ده وصل، ده انا تعبانه، وطول الوقت اللي هو الفيكتيم ستايل ده، اللي هو الشخص اللي على طول عايش ان هو ضحيه. اوكي؟ لكن لا، نقول الحمد لله احنا في نعمه من ربنا. ولو ناويه اعمل اي حاجه في حياتي، او اطور، او اسافر، او اعمل اي جديد، لازم يكون بستر. لان هرجع برضو واقول لكم الناس مش شايفه اللي بيحصل في البيوت جوه. اكم من الجوازات باظت بسبب المقارنات، اكم من العائلات حصل ما بينهم مشاكل بسبب دول دخلوا المدرسه الفلانيه، دول نقلوا المكان الفلاني، ده بص بيتهم فيه، ده كل ما بنروح بنلاقي حاجه جديده، ده بيهتم بيها. حتى الزوج والزوجه مش لازم قوي الموضوع يكون بين الناس عشان يوضحوا الناس ان هم كويسين، مع ان ممكن يكون اكلين بعض قبليها ضرب، بس قدام الناس يقعدوا يقولوا شعر في بعض، فبرضو بيحصل مشاكل بين الازواج والزوجات لما بيروحوا بيوتهم. البيوت اسرار، بيتك لازم يكون هو حصن، مش كل من هب ودب يخش، مش كل حد مرحب بيه، وحتى اللي بيترحب بيهم في بيتك لازم تكون عارف ان برضو ليهم حدود. فانت اللي بتجبر، او انت اللي بتجبري الناس ان هم يبصوا على بيتك وعلى حياتك وعلى ايا كان بيت باباكي ومامتك، زوجك، ايا كان انت قاعده فين او انتوا قاعدين فين، انتوا اللي بتحركوا وبتخرجوا من جوه الناس دي مشاعر سلبيه اتجاهكم، بسبب دايما ان انتوا بتحاولوا تستعرضوا حياتكم. فمش بس السوشيال ميديا، والله مش بس الحاجات اللي بتحطوها على السوشيال ميديا. انا هرجع واقول لكم ان بايديكم ان انتوا تحافظوا على حياتكم وتستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان.